مرة حطوا فارين في متاهة وكانوا بيجروا عربة صغيرة عليها فارين تانيين وبيحطوا لهم كلهم جبنة. اللي في العربية بيحطوها قدامهم واللي بيجروها بيحطوها في آخر المتاهة. ولما حرروهم كلهم اللي كانوا بيجروا العربية مشيوا وانطلقوا بسهولة، واللي فوق العربية ما كانوش عارفين يتحرروا ويمشوا. الحاسة المهملة ستتعطل مع الوقت. الذكر ممكن يكون بالقلب فقط، لكن الأفضل إنه يكون بالقلب واللسان. وبالنسبة للمريض الروحي لازم يكون الذكر بحضور القلب ويقول بلسانه بصوت هو يسمعه علشان يخف بسرعة. ولو المرض الروحي متمكن منك وانت مش قادر تقول بلسانك، في الحالة دي هتذكر ربنا بحضور قلبك فقط وتقول دايما بقلبك لا حول ولا قوة إلا بالله، وتدعي ربنا بيقين في الإجابة إن هو يقويك ويعينك إن انت تقدر تقول بقلبك ولسانك